كارثه وخلاص. المهم اولا انا المهم الجزائر وقتاش بدات يا اخو من الاخر؟ وقتاش بدات الجزائر؟ اذا تحكي على الدوله الحديثه بدات 5 جويليه 1962. اذا تحكي بمفهوم الدوله 62 وش كانت الجزائر؟ كانت مستعمره فرنسيه. خلاص وش كانت دولة ولا مدينة الجزائر؟ كانت مستعمرة، يعني دولة رقعة جغرافية مستعمرة تاع فرنسا. كانت كيان فرنسي. تاع فرنسا كانت تاع فرنسا الجزائر مستعمرة ماشي تاع فرنسا، مستعمرة فرنسية. كنا مقاطعة فرنسية، كنا مقاطعة فرنسية الجيري فرنسا. إلى تشوفها من الجانب الفرنسي يقولوا أننا كنا مقاطعة فرنسية. إلى تشوفها من الجانب الجزائري تحوس عليها واش كانت؟ مقاطعة فرنسية. أنا نقول لك إلى تشوفها بالمنظور الفرنسي. تاريخيا واش تلقاها تاريخيا؟ هل هي مقاطعة فرنسية؟ نعم أم لا؟ أنا حكيت تاريخيا دام فين تاريخيا نولي لك أنا من وقت نوميديا ويوبا الأول ونجو جايين تاريخيا. مش من التاريخ كي تقول تاريخيا، نعطيني وش حدد لي تاريخيا. تاريخ تاع دومير يا أخو، تاع دومير كيفاش كان؟ يا أخو حصلت في دومير، اسمح لي مستوى كارثة. خليك من دومير، ارتقي شوية، جيب أفكار يعني يكون أنت يدخل مفكر هكذا وخمم وما تهدرش هضره شغل تاع دومير وشوف كذا وشغل. ارتقي شويه، طلع النيفو يا بحسب الروايه التي رواها الاخ الفاضل المحترم الدكتور دومير. وليت لنا دومير يا اخو حتى اباك عييتنا. خلينا من دومير. انت وراه الحقبه التاريخيه اللي حتحكي عليها، واش من الحقبه التاريخيه؟ تاريخيا وقتاش؟ اعطيني. قال الجزائر انا كنت بالي نحكي لها من اللي حكم تبون الجزائر. هذه الحقبه التاريخيه كانت خليني ماريه من الحقبه التاريخيه من اللي جات تبون. هذه اللي انا حاب نحكي لها. اما انا واش كانت بكري وكذا والله ما تهمني. انا تقول تاريخيا يا اخو، انت هذا نقول تاريخيا. حدد لي تاريخيا باش نقول لك واش كانت. قول لي هذه اسمع معليش نعطيك تاريخيا. نهار كنا نقدروا نشروا اللحم وناكلوا اللحم. معليش هذيك امور واحد. خلينا هذيك حكايه واحد. حنا نهضروا دوكا في ماريا طرحت سؤال مطالب تركيا بالاعتذار، حنا نناقشوا في هذا الامر. اما انك تقول لي تاريخيا فهذه الدوله راهي مرت عليها يعني من الرومان حتى المسلمين حتى الدوله الزيريه والدوله العباسيه والندبيه والفنيه والنوميديه. يعني من 1830 1962 واش كانت الجزائر هذه؟ مستعمره فرنسيه. جاوبتك الى تشوفها من المنظور الفرنسي. كانت الجيري فرنساز ياك؟ من المنظور الفرنسي. المنظور العالمي ماشي. السلام عليكم سالينا. لا من المنظور الفرنسي كانت مستعمره كما كانت 13 دوله مستعمره فرنسيه، وكانوا كاين دول واحده اخرى مستعمرين. نبقاو لانك انسان شويه. لحظه صديقي، ليت ات جو خلاص. تيري تخرط روح قرا درك على الاتحاد السوفيتي والعلاقه تاعو مع روسيا. روح قرا على القانون الدولي. مع احترامي للناس المشاهدين ما تعرفش تهضر، ما عندكش لباقه اللسان. ليت ات جو ما تعرفش تهضر. دوك انا نهبط النيفو نخاطبك على قد عقلك. لاش لافير صديقي، راك قلت بانه انت ملي تبدا تهضر انت في مغالطات. انا مانيش ندخل معك في المغالطات. صديقي ما مديت انا مانيش صديقك اولا، وثانيا انت انسان مدلس. يعني شحال من خطره معك من فضلك شوف كلمه ولا اعتراف واحد بانه مثلا قال اوكي هذه مثلا معلومه ما عنديش، اوكي نتجاوز هذه من بعد نروح نبحث عليها. لا راني ما قلتش. يا اخي العزيز، هل ذكرت الجزائر؟ نعم او لا؟ اين ذكرت؟ راك درت الادعاء عند كتابه الدستور الامريكي. عند كتاب الدستور الامريكيه كاينه نعم. وثيقه ولا وشو هي؟ كاين وثيقه. وشو هي الوثيقه؟ هذه خليتها لك ليك انت ومن بعد نجيب لك صاحب الادعاء. يعني باغي نعرف، عندي فضول. هل مثلا في الاباء المؤسسين كي كانوا في طور تاسيس الولايات المتحده الامريكيه هضروا عليها مثلا الوثيقه تاع؟ نعم هضروا عليها مريم. هل هضروا عليها شفويا ولا كتابيا؟ هل هذا شيء لا كتابيا؟ في الوثيقه مذكوره انه اذا كانت وثيقه التاسيس تاع الدستور الامريكي. في الوثيقه تاع التاسيس لا كاين الدستور الامريكي وكاين وثيقه الاستقلال. الوغ هي وين مذكوره؟ هي مذكوره شتي كي جاو يكتبوا في الدستور. كي جاو يكتبوا الدستور من بين الاسباب اللي كتبوا فيها الدستور باش قالوا هذا الدستور باش زعما نديروا توحد باش يوحدوا كاع امريكا. يعني في النقاشات راك تقول هي فوالا في النقاشات يعني ماشي مكتوبه ولكن النقاش مكتوبه. يعني نقول لك دوك نجيب لك وين الوثيقه. انا مثلا ماريا قلنا بصح وثيقه قالنا وثيقه التاسيس. انا قريت هذه الوثيقه بعينها. عطيني قالنا وثيقه التاسيس. في وثيقه التاسيس قال
واذا هي مذكوره، هل هي مذكوره كدوله ولا مذكوره كولايه تابعه الى العثمانيين؟ كحومه بحريه جزائريه، مذكوره كبحريه جزائريه، بحريه الجزائريه. فاش في اي وثيقه، في اي وثيقه يعني حنجيب لك الوثيقه، دقيقه اعطيني دقيقه دوك نجيبها لك. راهي ماشي، راهي ذكرت في المراسلات صديقي. ارواح انا خصني نحوس، مشيت معاه. هاك انت قلت ما كاش ومن بعد ولات ارجع ما قلتش ما كانش انا صديقي، ما قلتش. نحوس على الوثيقه الاصليه. انت قلت عند تاسيس امريكا كاين جوج وثائق مهمين. كاين دستور، عندك كتاب الدستور من فضلك شوف، كاين وثيقه الاستقلال وكاين الدستور. نحكي على الدستور. انا كي جاو يكتبوا الدستور، من بين الاسباب اللي مدوها المؤسسين هذا واشنطن وهاملتون وكان واحد اخر ثالث معاهم، هادو ما كي جاو الى مانيش غلط في الاسماوات هذه، انا قريتها، انا متاكد قريتها جازت عليا. نعم ذكروا البحريه الجزائريه. البحريه الجزائريه قالوا عندما نتوحدوا ونبنوا اسطول قوي اننا يمكننا زعما هزيمه الجزائر في البحر المتوسط، البحريه الجزائريه. ماريا راهو يحكي على حاجه راهو مش متحكم فيها اصلا، اللي هي قضيه الاسرى. راهو ما يعرفش القضيه اللي راهو يتكلم فيها اصلا، يعني هذا هو الاشكاليه. لا ماشي في الاسرى، هذه ماشي في الاسرى، هذه في كتاب الدستور. ما تقاطعش بهذا الشكل باش يكون الحوار سلس، تقدر الفكره توصل. تفضل صديقي. شكرا ماريا. راك ما عارفش اصلا، راني حتى قلت لك انا المراسلات مره اخرى، راهو المعلومات كامل اللي قلتها انت خارجه على السياق التاريخي تاعها، معلومات خاطئه. ذكر الجزائر كما تقول هو ذكر إيالة الجزائر وما يسمى في الولايات المتحده الامريكيه بالبارباريان ستيتس. معناتها هذا لا يعني بانها دول باش ندخلوا في المنطقه تاع الدوله ولا لانها تابعه للسلطنه العثمانيه، لكن المصطلح اللي كانوا يستعملوه وقتها هو تسمد الامارات هذيك اللي موجوده البربريه، كانوا يسميهم يعني طرابلس، تونس، الجزائر العاصمه، كانوا يذكرونهم في المراسلات فقط، ماشي مباشره مرتبطه في الدستور او في الوثائق. انت راك قلت الماريه في وثيقه التاسيس، لو كان تجيب لي الجزائر مذكوره في وثيقه التاسيس صديقي امبوسيبل تكون مذكور. امبوسيبل. انا ماذا بيا تعطيني اسم الوثيقه باش نجبدها. نعم. واش قال هذه هي؟ نعم راهو صحيح 100%. انا قلت لك كي جاو يكتبوا في المراسلات ماشي الكلام تاعك، الكلام تاع شوقي حاجه انت واش قلت حاجه اخرى. ذكرت الجزائر كي جاو يكتبوا الدستور الامريكي، كتبت يعني مذكوره. سمعت واش كان يقول لك ولا لا؟ يعني كلام راك ما ادعيته شيء وما قاله شوقي شيء اخر مختلف تماما. ماريا اذا يحب بالك لازم نبسطوا له شويه. لا معليش، انا قلت لك واش قال هذاك حقيقي، ولكن ذكرت يعني كاين الجزائر من بين 250 دوله في العالم، الجزائر ذكرت. اشرح لنا شوقي، اشرح لنا اصبر نبسط لك. دركا في العصر الحديث اللي رانا عايشينه كاين مثلا حاجه اسمها لي ديبا بارلمونتير، مثلا النقاشات اللي تحدث في البرلمان ويذكروا فيها تسمى تلقى يعني آلاف في بعض الأحيان الوثائق وآلاف الأوراق من أجل الحديث على السبب تاع أنه مثلا يناقش مشروع قانون وغيرها من الأمور. في إطار هذاك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت حديثة التأسيس والنشأة كانت تناقش العديد من المواضيع اللي خلاتهم مثلا يقول لك سنأتي بدستور. واحدة من الجزئيات اللي كانت موجودة هي ما كان يحدث مع ما قلت لك يسمى بارباريان ستيتس، يعني هذه الدويلات اللي موجودة مثلا في طرابلس، في تونس، في الجزائر العاصمة، ولكن كانوا يذكرونها كجزء، يعني ماشي قال لك الدستور الأمريكي، لكنه كانت تعطى كمثال على الاسباب اللي لابد ان تدعو الى الوحده. وجورج واشنطن ولا توماس جيفرسون، درك نعطيك الاسماء اللي تذكروا حقيقه، ما ذكروش الجزائر فقط، ذكروا الجزائر وذكروا تونس وذكروا طرابلس وغيرها، على اساس لانه كانت كاينه ازمه ايضا مع إيالة الجزائر اللي هي كانت الازمه تاع الرهائن اللي كانوا محتجزين وقتها. دونك كان هذه الامور كلها داخله في نقاش امريكي كان كبير جدا وفي مواضيع متعدده، ماشي كما طرحها طبيب الفئران وراجت الفكره هذيك ومن بعد صارت تكرر على انه الموضوع تاع الجزائر وهذا دليل على وجود الجزائر وانه الدستور الجزائري. ماكش انت اللي قلت، لكن هذه طبيب الفئران تعدلتها شويه، قال لك بانه الدستور الجزائري كتب خوفا من الجزائر. هذه كلها امور غير موثقه، راني فسرت لك وبسطت لك، خلاص صديقي القضيه واضحه الان. لا انا معك بصح انا ما قلتش خوفا من الجزائر، ما تقولنيش، ما قلت كي كانوا في النقاشات كي كانوا يوحدوا قلت لك ذكرت الجزائر، ذكرت البحريه الجزائريه باش نكون كانوا يسموها بارباريان وور ولا عفسه هكذايا. الجزائر يا اخي ما تقدرش تنفيها من الوجود، ما تقدرش تقول الجزائر الا بالك بلي ماريا انا شتو تيغ شابو
علاش؟ لانك صبوره وخلوقه وبشوشه. هكذا شوقي بن زهره باين نعرفوه. يطاشي لو كان انا وياك يا الحبيب، لو كان يخلص مقبل لا ديسكسيون هذه وكان راني شديت روحي من شعري. باسكو علاش من صباحك تهدر مع الاخر. وشنو شوقي بن زهره عنده الحق وانت كنت تيري برك مع فائق احترامي ليك. قلت لك يو نيد تو ستوب واتشين انا ما كنتش نتيري برك يا اخو، انا برك ما سقتش الفكره بطريقه شوقي ساقها بطريقه هذا ما كان خلي يعني عنده رأيي الحق يهضر وعنده بعد الحق. حبيبي اقسم لك بالله العظيم ما كان لي طريقه ني والو. ماشي زعما شوقي قالها بطريقه وانت قلتها بطريقه. هي كاينه طريقه واحده انت خربتها وهذا ياسر قراك فيها. ونقطه الى السطر العزيز نورمال كاع نخسروا وصاري يا اخو. لازم تكون عندك روح رياضيه يا اخو. خسرت دوكا اليوم خسرت. اليوم ما تحب ولا تكره ماريا تقول لك خسرت، هذا يقول لك خسرت. الجمهور كومونتيو خاوتي اذا خسر ولا ما خسرش. خسرت العزيز اخو حنا رانا هنا نقاش، هذا نقاش ماشي نقاش. هذا كومبيتيسيون، ماكش كومبيتيسيون ادعاءات كاذبه. انت ما كنتش تناقش. لا ماشي ادعاءات كاذبه. دوك يقولوا لك كاع باللي خسرت. خاوتي خسر ولا ما خسرش كومونتيونا الا خسر. عاملي كاع قالوا رائد بعيدا على هذا راه قاعد يقول درك حرفيا ولا الهضرتي معناتها هو هضر الهضره وانا رجعت لي ما فهمش باللي شكون زعما انت وياه ما تفاهمتوش في الهضره. راني صححت لك وبسطت لك وعلمتك المفاهيم وعاودت رجعت لك بانه القضيه هذه قضيه ثانويه معناتها ماهيش هي الاصل تاع كتابه الدستور، هي من القضايا الثانويه. القضيه الاساسيه راهي امور اكبر مانيش راح ندخل لك فيها. انه الجزائر كانت موجوده يعني لحظه صديقي، لحظه ندير واحد الحاجه. بما انك حاب تناقشني في الموضوع هذا، هل انا وانت الان على المباشر هكا اخذ ورد نقدروا نتكلموا على ظروف تاسيس الولايات وتاسيس الولايات المتحده الامريكيه كدوله؟ نتكلموا على الظروف كلها، القضايا اللي كانت موجوده وقتها، القضيه تاع الضرائب وما الى ذلك. هل انت قادر على هذا؟ على حسب ما اعلم، يعني على قدر معلوماتي، مانيش نقول لك انا خاطئ. اوكي، اعطيني الاسباب تاع كتاب الدستور الامريكي. شوف انا على بالي بلي كانت مستعمره امريكيه وفيها لا، اسباب دراسه الدستور الامريكي ماشي الاستقلال تاع كتابه الدستور الامريكي، هذه قضيه جات فيما بعد. يعني اني جايك، يعني كي بدا خلينا من الضرائب والاقطاعيين هذوك اللي كانوا يفرضوا الضرائب وبدا اني نعطي لك انا على حسب واش نعرف يعني على كتاب الدستور. انه امريكا كانت يفرضوا الضرائب. من هم الاقطاعيين اللي يفرضوا الضرائب؟ كانوا زعما اللي عندهم الارض وكذا والباقيين مزارعين وهذه يعني. زعما وين في الشمال ولا في الجنوب؟ لا في الغرب، جهه نيويورك وهذوك الغرب يعني. جهه نيويورك جهه الغرب الامريكي. الشرق سوري، الشرق الامريكي. خويا نيويورك راهي الشرق سوري الشرق الامريكي. اسكت رايد يا اخو، اسكت. كل ما تهضر غير اسكت دقيقه يا ايطاشي العزيز. قطعني يا اخو، معليش اسمع لي واش انا حنقول لك كلمه واحده. والله غير خسرت حبيبي. انا وكان دوكا تيقراني كيما قراك دوكا والله ما نزيد نتناقش معاه في يجي واحد اخر. انت تسمى كاع السقله اللي ديتها دوكا وحاب زيد يضربك بالكف. خلاص يا اخو روح للدار، خسرت يا اخو. واللي غدوه ولا كش خطره واحده اخرى خلاص راك خسرت. اباك باللي من صباح تهضر مع الاخر مع الاخر واش قلت له؟ لا هي تسمى ما تفاهمناش. وانت قلت هضره وهو قال هضره، مع الاخر وليتو ما تفاهمتوش في الهضره. صلي على النبي راك خسرت. ما عرفتش نورمال، تبعت دومير دخلت في شوقي بن زهره خلاص السلام عليكم. حاول مره اخرى. هذا ما كان حبيبي بكل روح رياضيه. ناقشت خسرت في النقاش. سلام عليكم. سالينا وصح جود نايت. معليش يا اخو. شوف انا ما قلت لك على حساب واش نعرف انه كان كاين يعني ازمه تاع يعني في الاقتصاد الامريكي، كان فيه ازمه تاع الضرائب وتاع هذاك الضرائب. وهذا الضرائب منين يعني كان كاين العبيد، ومع بالي اللي كان عندهم نظام تاع العبيد ونظام تاع الاقطاعيين اللي هما اصحاب الاراضي يعني اللي عندهم الاراضي. وهذا الشيء خلى شغل الاقتصاد يكون ضعيف بزاف. هذه من الاسباب، يعني نعطيك الاسباب لكتابه الدستور الامريكي، مش نحكوا على الاستقلال هنا، نحكوا على الدستور. يعني في هذه الاسباب يعني كي كان ضعف في الاقتصاد وفي كذا، نظن داروا واحد المؤتمر. يعني قلت لك على حسب معلوماتي، انا مش خبير في التاريخ الامريكي وكلنا كما نقولوا نتعلموا. كان ان واش جاز عليا يعني انه داروا واحد المؤتمر. في هذاك المؤتمر شغل داروا الاسس تاع كيفاش راح تكون امريكا، يعني امريكا هذه العالم الجديد كيف راح يكون. داروا زعما باللي راح يكون كاين شغل حكومه فيدراليه، باللي باسكو لليوم امريكا نظام فيدرالي، كل ولايه عندها شغل الرئيس تاعها. وبعد داروا زعما شغل النظام اللي نعرفوه كاع تقسيم سلطات تشريعيه تنفيذيه. المهم هادو هما الفصل بين سلطات، باسكو كل دول ديمقراطيه فيها هاد الامور. صديقي راك شغل نقول لك حاجه، راك شغل كاع رحم يمك دقيقه. ايطاشي كش حيدير لك دوكا هذيك شوقي بن زهره كش حيدير لك باسل ومغوار انت يا ابا جهل. لا والله والله والو
اسمح لي تقاطع وما عندكش افكار يا اخو. خلاص صديقي واش من الافكار يا اخو؟ انا كان مقبل وكان راني هبطتك عندي زوج سوايع. واش من الافكار؟ كلمه افكار انت باسل ومغوار انت يا ابا جهل والله. واش تهدر؟ لا خليك من رائد. دوك انت ركز في الفكره. رائد راه يطرح لك. لو كان سمعت الرائد من الاول لو كان راك خرجت من القضيه هذه وما كملتش دخلت في حائط. قاعد تتكلم على التاريخ تاع الولايات المتحده الامريكيه وكانك تحكي في قصه مرتبطه بمعلومات هكا مفاهيم كانت في راسك على علمي. يعني قلت لك على حسب علمي. قلت لك لا وانا واش حبيت نقول لك بما انك لا تعرف الظروف تاع التاسيس تاع الولايات المتحده الامريكيه ولا تعرف الظروف تاع كتابه الدستور اللي قلت لك هي ظروف جد معقده لانه كانت اصلا بطبيعه الحال دوله ناشئه كانت نقاشات كبيره واللي تتكلم عليه ماهوش مؤتمر يعني بالمنطق هذاك. هي الكونفنشن الكونستيتيوشنال كونفنشن اللي صرات من اجل كتابه الدستور وحقيقه يسمى باللغه العربيه مؤتمر ماشي لا علينا. لكن القضيه كيفاش تطرحها الاشكاليه تاع العبيد اللي ما كانتش هي الاصل تاع الازمه. قضيه الضرائب اللي عطيتها لك انا منذ لحظات هي مرتبطه بموضوع اخر. معناتها لازمك على الاقل تكون عارف بالظروف تاع التاسيس او تكون عندك مفهوم عام على قضيه الظروف تاع التاسيس وكتابه الدستور الامريكي. لما تكون عندك المعارف هذه حتى اذا كانت تكون هكا مبسطه راح تفهم بانه الموضوع اللي انت كنت تطرحه كقضيه مرتبطه بكتابه الدستور راح تفهم بانها قضيه ثانويه. وحتى الشكل اللي طرحت به ماشي مرتبطه بالجزائر، مرتبطه بإيالة الجزائر. وحتى إيالة الجزائر كانت جزء من ما يسمى بالبربريان ستيتس يعني بتونس وطرابلس وغيرها. دونك انه القضيه هذه اكبر من الجزئيه انت اللي طارحها وانها يعني كدليل على وجود الجزائر. لا ونرجع لك انا قبيل كنت حابك تقول لي وتمنيت وحاولت معاك وقلت لك لوندو لانك ما سالتنيش علاش كنت نجبدك على لوندو ونقول لك نائب كاتب الدوله الخارجيه اللي جا الجزائر وغيرها. لانه هو اصلا تكلم على اتفاقيه معناتها موضوع ذكر الجزائر راهي مذكوره الجزائر باسم إيالة الجزائر في الاتفاقيه التي وقعت مع الولايات المتحده الامريكيه سنه 1795 بين إيالة الجزائر والولايات المتحده الامريكيه. لكن مع إيالة الجزائر الان الخطاب تاع لوندو اللي سمعته انت هو بطبيعه الحال هذاك الخطاب الدبلوماسي الامريكي اللي كل ما يروح البلد راح يتكلم على واحد الروابط المرتبطه راح يجبد وراح يعطي مثلا في موضوع إيالة الجزائر بما انه كان في الجزائر العاصمه راح يربط إيالة الجزائر بالدوله الجزائريه اليوم في اطار خطاب دبلوماسي وعلاقات امريكيه. هذه في كل السفارات الامريكيه في العالم راح تلقى تقديم تاع العلاقات الامريكيه مع تلك الدول بواحد الشكل فيه تقريبا رومانسي ان شئت. دونك هذا لا يؤخذ عليه الخطاب الدبلوماسي لاننا هنا نتكلموا على القضيه التاريخيه يعني الموثقه. فاتمنى انك يعني واذا حبيت مراجع راسلني في الخاص نعطيك مراجع حول تاسيس الولايات المتحده الامريكيه اللي تكون جد بسيطه يعني مبسطه ليك. معليش يا اخو انا نتفق معك في كل كلمه قلتها انه كانت هذيك نقطه جزئيه ولكن هذيك النقطه الجزئيه رغم جزئيتها انها ذكرت. انا الفكره اللي حاب نقولها انه حتى إيالة الجزائر كانت موجوده لانه اليوم يجوا اعداء الجزائر يحاولوا يطمسوا انه الجزائر لم تكن موجوده تماما. يقول لك يعني هذه الرقعه الجغرافيه اللي هي اكبر دوله مساحه في افريقيا يقول لك لم تكن موجوده وهذا الشيء تضليل. هذا تضليل لانه الجزائر بذاتها يعني كان فيها 8 عواصم والدولة هذه ما كانتش مرت عليها عدة دولات. نعم شكون كان عنده 8 عواصم؟ ما كانش 8 عواصم في الجزائر. تلمسان وتيارت وقسنطينة ومدية هذه ماشي عواصم. عاصمة تاع الدولة التطرية شكونها مدية. عاصمة تاع الدولة الزيانية تلمسان. عاصمة الدولة الزيرية الدولة التطرية. وش هو الدولة التطرية؟ لا قلت لك الدولة التطرية غلط قلت لك تطرية قلت لك الزيانية. وتاع تيارت كانت عاصمة تاع ما كانوش عواصم هذوما. أنا غلط إيطاشي خسرتي يا اخو ما تزعلش. صراحه بالك جا وقت تروح ترتاح احسن. والله نروح مقبل يا اخو والله نورمالمون إيطاشي وكان جيت كيما انت تروح مقبل يا والله كنت قادر تروحك بالانتي تروح بالقدر. ما جازوش 8 عواصم على الجزائر. سؤال يا ودي جازو 8 سوايع او يفهم فيك ماشي 8 عواصم 8 سوايع او يفهم فيك ما تبيش تفهم. كاين 8 عواصم جازوا على الجزائر ولا نعم او لا؟ يعني إيطاشي كل هذه العراقه اللي تهضر عليها والاصاله اللي تهضر عليها الا تستحق أن تحصل على اعتذار بسبب استغلال بناتها بشكل يعني مسيء جدا. يكتبوا لك ماريا ستوب واتشين دومير كتبوها له أو يكتبوها لك بيبي. You need to read a lot of books. You need to let it go man. You are in Britain. You have a lot of books, a lot of words. You can read. You can watch a lot of movies. You can watch documentary. 8 سوايع أو يفهم فيك. أنا بكفش حيرتني.